والله يا كابتن يوسف، الاسبوعين التوقف دول بيخلوا الواحد مشتاق بجد. يعني بيحسسك انك داخل خلاص هتعمل تشكيله بقى وهتخطط وتكتك وتفجر الدنيا في الجوله اللي بعد التوقف. تيجي الجوله بعد التوقف ما بيحصلش فعلا. ما بيحصلش، بس طول ما انت متابعنا ده هيحصل او هتستمتع يعني. خلينا يا كابتن يوسف نتكلم شويه عن الخواص، هنستخدمها ازاي وايه انسب اوقات لاستخدام الخواص، وهنتطرق للعيبه اللي متوقع ان هم يجيبوا نقط عاليه للجولات الجايه. وفي اخر الحلقه ان شاء الله هنقدم لكم مقترح الوايلد كارد للي حابب يعمل وايلد كارد، وهنتكلم عن الكابتنه في الاخر ان شاء الله. حاسك في CBC النهارده. بحاول ابقى يوتيوبر والله. خلاص هتمتهن المهنه. همتهن المهنه خلاص. والله حلو جدا. هسيب الهندسه وامتهن لا اليوتيوب. لا بجد انفع. اكتبوا لنا في الكومنتات انفع ولا ما انفعش. مش هينفع كده. في البدايه يعني ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا بقى نشوف هنقول ايه. عايزك تقول لي يا كابتن يوسف وتفوق معايا كده. انا فايق جدا. ماشي. انسب وقت استخدم في التريبل كابتن لو انا لسه ما استخدمتهاش، واحد زي انا لسه ما استخدمتش تريبل كابتن. هو التريبل كابتن مين انسب لعيبه ينفع تنفذ عليها الخاصيه دي؟ هما مش هيطلع بره الثلاثه دول، هالاند وسيمينيو واي حد من ارسنال. نبدا بهالاند لانه اكتر لعيب ممكن تعتمد عليه وانت مطمن، يعني على الاقل خلاص هيجيب لك جونين. انسب جوله تقدر تعتمد على هالاند فيها هي الجوله 13 قدام ليدز يونايتد على ارضه، والدنيا هتبقى لذيذه، احتماليه ان هو يجيب جوان كتير. ساكا او المعلم التخين جيوكريس السمين. انا عايز اقول تصريح ان جيوكريس هيلدغك الجوله الجايه. نفسي بجد هتبسط جدا ان شاء الله، بس هو مش اول ما يجي لي هجري اخلص. مش عارف يحصلني. اول ما يعمل دايت بقى مش عارف يحصلني، خلاص هاجي انا بقى. بس انك فت قوي يعني. ايه عشان انك فت قوي يعني. بجد انا عايز اقول لك انك وزنك هو وزنه، والله هو كام؟ بس انت اطول شويه. هو 94. المهم ساكا او التخين الجوله 14 قدام برينفورد برضو على ارض ارسنال، او ال 16 قدام وولفرهامبتون. يمكن وولفرهامبتون ساعتها تبقى جامده، يبقى الافضل ان انت تعمل التريبل كابتن الجوله ال 14، فعلى حسب لما نوصل للجولات دي. طيب اللعيب اللي انا مش عارف هو لسه مكمل معانا ليه يعني، وهو سيمينيو قدام بيرلي الجوله ال 17 هيبقى اختيار كويس جدا لو هو لسه بني ادم يعني. او انا لسه برضه مش عارف تظبيطات افريقيا هل هو هيبقى هناك، انا لسه مش عارف، مش مسنك الجدول يعني. طيب البنش بوست ده سؤال حلو جدا، ولكن انا فعلا ما عنديش اجابه، وما اعتقدش ان انت هيبقى عندك اجابه، فخلينا صرح مع الناس. البنش بوست دي انت بتدور ان يبقى اللعيبه اللي عندك كلهم ال 15 في الجوله دي هيلعبوا، والاحتياطي يعني ممكن يبقى فيهم الرمق وماتشاتهم سهله شويه، ودي ممكن تخطط لها قبلها بجولتين ثلاثه يعني. الفري هيت بقى يا كابتن يوسف. فري هيت طبعا، ودي خاصيه مهمه قوي لو استخدمتها صح هتنفعك يعني. انا بشوفها مهمه نفس اهميه التريبل كابتن بجد. والله. ممكن تستخدم الفري هيت في الجوله العاشره وتركز على لعيبه ارسنال، اليونايتد، فولهام وكريستال بالاس. الاربع فرق دول هيكون ماتشاتهم سهله الجوله دي، وبقيه الماتشات رخمه، فممكن تستخدم الفري هيت في الجوله دي او في الجوله ال 15. احنا عارفين ايام البوكسنج الجولات بتبقى ضرب نار، اعاده الله باليمن والبركات. الله اكبر. الله اكبر. هيكون فيها كابتن جوله في بدايه الاسبوع، الجوله ال 13، الجوله ال 14 ميد ويك، والجوله ال 15 بعد جولتين ورا بعض. فالجوله 15 انا شايفها جوله مناسبه للفريهد، تكون عرفت بقى اللعيبه اتصابت، اللعيبه اللي ريحت، اللي رايح في نص الاسبوع هيلعب في اول الاسبوع وهكذا يعني. وهنتارجت الفرق دي: سيتي، يونايتد، نيوكاسل، توتنهام، ارسنال، ليفربول. عندك 6 فرق تتارجت لعيبتها، فعندك فرايتيز كتيره جدا، فانا شايفها هتكون انسب جوله للفريهد. الوايلد كارد نستخدمها امتى؟ بص يا باشا، طول ما العجله ماشيه سيبها ماشي. في ناس قالت لنا الجوله اللي فاتت طب انا لو فرقتي خربانه خالص وعندي 4-5 ما بيلعبوش، او انت بجد منتظر ايه يعني؟ ما اكيد هتعمل وايلد كارد. لو انت فرقتك ماسكه نفسها شويه وبيلعبوا بس ما بيجيبوش النقط اللي انت بتحلم بيها، ممكن تستنى جوله بعد التوقف الدولي وتفعل الوايلد كارد. لو فرقتك خربانه طبعا فعل الوايلد كارد. مفيش توقف دولي لحد الجوله 21 بس يا كابتن يوسف. من 21/12 الى 18/1 هتكون في افريقيا. دي الحاجه الوحيده اللي هتضايقنا، ولكن اللعبه السنه دي عملت حاجه جميله جدا، وهي ان هي ادتنا 5 فري ترانسفير نعملهم بدايه من الجوله ال 16. طيب عشان ناس كتير سالتنا يا كابتن يوسف، ال5 ترانسفير هيجوا لك في الجوله ال 16، مش لازم تعملهم كلهم مره واحده. لو عملت تبديل واحد هيترحل معاك الاربعه للجوله اللي بعدها وهكذا. فانت لو ما عندكش حد كتير من افريقيا من ماما افريكا، هتوفر التبديلات دي وهتفيدك اكنك جالك وايلد كارد فري.
بس اتاكد انك في الجوله ال15 تعمل اخر تبديلاتك عشان هيجي لك ال5 كاملين في ال16 وابدا بقى عيش حياتك من بعدها. يعني انا لو معايا تبديله مش هيبقوا 6؟ لا ماكسيموم 5. يعني انت كده هيبقى معاك في البنك 5 بالظبط كده. 5 بقى معاك تبديلات انت عينها او ما معاكش، هيبقى معاك 5 في الجوله ال16. كذا واحد يسالنا كابتن خالد هو ليه جريليتش معمول عليه علامه حمراء مع ان خلفيه شده؟ لا بجد والله ده اللي متعارف عليه في دول اوروبا. اه الكلام ده مش حقيقي، هو بس هيلاعب السيتي الفريق المعار منه فمش هينفع يلعب. انا عايز اقول لك ان في 200,000 واحد اشتروه بيبنوا لقدام. اثناء كابتن ما كنت بتمشى كده في ابلكيشن الفانتسي وبشوف الاحصائيات والارقام اللي هم بيعملوها جديده. اكتشفت ان اللعيبه الاكثر خطوره للجولات الجايه طبعا يتقدمهم هالاند، ولكن اللي لفت نظري حاجه مهمه قوي، المدافع الوحيد هو تيمبر. ده حقيقي فعلا. يعني بغض النظر عن الكلين شيت ودفاع ارسنال القوي، فتيمبر خطير جدا هجوميا. ف كروشل، ايه رايك؟ must have you have to get يوليان تيمبر. انت جيت في الاخر قلت اسمه غلط. بس يا كابتن حاجه هتضايقك، انا عارف ماتيتا جاي في المركز الثاني في اللعيبه الاكثر خطوره. لا اللي هيضايقني الثالث. يوكريس. ما انا عارف يا ابني، ما انا بقول لك بقى خطير على المطاعم. يعني تاني واحد ماتيتا في الخطوره وثالث واحد يوكريس. بلفت نظر المشاهدين لحاجه، ان ماتيتا بيتوفر له فرص كتير جدا ولكن هو بيضيعها، فهو خطير فشخ بصراحه. يوكريس جاي له وقته. في سيسكو ده خطير في ايه بقى؟ ما اعرفش، ما انا بقول لك ده احصائيه من موقع الفانتسي. يعني ايه خطير؟ نسبه ان هو يجيب نقط هجوميه سواء اسيستات او اجوان عاليه، يعني فدول اكتر 10 خطيرين او متوقع ان هم يجيبوا نقط. انا ما عنديش مشكله ان تيمبر يبقى عالي، بس تيمبر يبقى عالي ومونوز مش عالي. انا مش عارف بصراحه هو الاندكس اللي بيستخدموه ايه. انا بقول لك يعني، انا بقول لك ما اعرفش الاندكس، انا مجرد احصائيه بنعرضها. انما انت مثال يعني. ما هقول لك على حاجه، انت هتقول لي اخد الكلام ده كده وانا مغمض؟ لا طبعا عندي عقل. معلش انا عندي عقل. انا سيسكو شايف ان هو ممكن قدام يبقى كويس، بس طبعا مش هروح اجيبه. خطير مين؟ خطير على نفسه. صح. انما جيوكريس في منتهى الخطوره. انا شايف جيوكريس خطير وهيبدا يترجم الفرص لجوان عشان هو سويدي فهيبدا يترجم. حبيبي عايزك تديني اكتر 5 لعيبه نص ملعب عشان احنا عارفين المركز ده رخم متوقع يجيبوا نقط من الجوله الثامنه للجوله ال11. انا دايما بحب الاحصائيات عشان بتدينا انسايتس نبني عليها تشكيلاتنا. فاستاذنك تكلمني بالارقام. اكتر 5 لعيبه نص ملعب متوقعين ان هم يجيبوا طب انا ممكن اقول لك اي 5 وتضربها يعني. بس ولا اقول لك اكلمك بالارقام؟ انت عايزني اكلمك بالارقام؟ ماشي يا سيدي. بص 1-0-1. متوقع ان سيمينيو يجيب 22 نص. لسه راح ياكل في ابوظه. متوقع ان سيمينيو في خلال ال4 جولات من الثامنه لل11 ان هو يجيب متوسط 22.5 نقطه، وده اعلاهم. ماشي. يجي بعده في المرتبه الثانيه اسماعيل صار من كريستال بالاس. ليه بقى؟ لان هو اخد المتوقع بتاع ماتيتا وهو مركبينه عنده. فاهم؟ متوقع ان هو يجيب 22.2. طيب انزو من تشيلسي في خلال ال4 جولات يجيب متوسط 19.7 نقطه. انزو الرابع قدوس، اللعيب اللي انا براهن عليه ان هو غاني اجدع من الغاني سيمينيو. مش عارف ليه، يعني انا حابب الغاني ده. ماشي. متوسط 19.5 نقطه خلال ال4 جولات. ويجي في المرتبه الاخيره انداي. اللي هو بيعمل ايه هنا؟ يا سوا تقريبا دول متوقع يجيبوا نقط في افريقيا. كلهم في الكان بجد. ما هو تقريبا لموا النقط بتاعتهم بعد قبل ما يسافروا. انداي ومتوقع ان هو يجيب 19.5 نقطه خلال ال4 جولات وان شاء الله يجيبهم. هو عامه يا جماعه يعني الاحصائيه دي انا برضو زي ما بقول لك انا ما باخد منها انسايتس بس. ولكن هنرجع بقى نيجي في الجوله ال11 وفكروني في الجوله ال11 نيجي نشوف مجموع النقط اللي جابوها متوسطها كام ونقارن بالاحصائيه دي. نشوف هل فعلا الاي اي يقدر يبريدكت حاجه زي دي ولا لا، ويستبدلنا ولا لا. ما يستبدلنا مين؟ ده غبي فشخ. اخواتنا اللي عايزين يعملوا وايلد كارد واحنا قاعدين بنخطط ان احنا نعمل وايلد كارد، لقينا ان السكاوت تيم منزل وايلد كارد، وبصراحه هي وايلد كارد عجبت جامده جدا. يعني هنعرضها لكم وهنقول لكم راينا فيها. مش لازم بقى عشان السكاوت تيم عاملها نقول لا احنا هنعمل لا، بصراحه حلوه قوي. وهي تشكيلتي اصلا. اعتمدوا يا كابتن يوسف في حراسه المرمى على بوب
من نيوكاسل، والجون الثاني اللي ب4 اللي عندنا كلنا هو دوبرافكا. خط الدفاع اعتمدوا على دبل من ارسنال، وزي ما الكابتن يوسف كان مقرر وحابب. انا بصراحه مش معتمد على دبل من ارسنال، انا دفاعي يعني انا معتمد على دبل هجومي، ولكن زي ما قلنا انت ليك حريه الاختيار، ده حلو وده حلو. اعتمدوا على تيمبر اللي لسه متكلمين عليه انه من اهم اللعيبه اللي لازم تبقى عندك في الدفاع، وجابرييل. اعتمدوا على سينسي من بورنموث ملك الديفنسيف كونتريبيوشن بوينتس، واعتمدوا على 2 بقى انا شايف ان دول ممكن نبدلهم يا كابتن يوسف. كيلمان ورودون. كيلمان مشيه وهات الحاج مالك ضيوف. بس انا كيلمان لما اتفرجت على ماتش ايفرتون بجد كان جامد جدا. ما هقول لك هم جايبينه ليه؟ هم جايبينه عشان ديفنسيف كونتريبيوشن. أيوة. انا بقى بقول لك الحاج ضيوف اعلى لعيب اسيستات بعد قدوس. والله قدوس عامل 4 اسيست، هو عامل 3. فمع الصلابه الدفاعيه اللي هتبقى عندهم مع نونو سانتو وزياداته الهجوميه، لا هم بجد كانوا قدامنا دفاعين اقوياء، بس انا قلت لك هم مش هيقدروا ان هم يضايقونا للدرجه دي، فاهم؟ بس هم منظومه دفاعيه بقت قويه بصراحه. فالحاج ضيوف مهم، او كلمه براحتك، بس انا بقول لك عشان المساهمات الهجوميه الحاج ضيوف، ومكان رودون جودمونسون بالنسبه لي احسن. نخش نص الملعب واللي احنا متفقين عليه دايما، وهو لعيب من ارسنال سيمينيو نحطه على جنب. اللعيب من ارسنال انا شايف ان هو ايزي اخطر واحد في المنظومه. يعني انت شايف ان احنا نمشي ساكا اللي هم جايبينه ونجيب ايزي؟ لا ده بالنسبه لي وعلى حسب ميزانيتك برضه. ايزي اخطر واحد فعلا، وهو فعلا اكتر واحد بيتحط قدام الجون، بس هو عمال بيضيع. لا ما هو مش هيفضل يضيع برضه يعني. ولكن على الجنب الثاني ساكا هو اللي ماسك كل حاجه، ماسك البلانتيات وماسك خد بالك موضوع البلانتيات ده في كلام. جيوكريس هيضايقه. يعني هو خد بالك البلانتي اللي فات اصلا كان المفروض جيوكريس هو اللي يشوط. طب ما شطوش ليه بقى؟ عشان ساكا كان عايز يكسر الرقم بتاع هنري او يعادل رقم هنري. لان هو لعب 200 ماتش كان عايز يجيب 100 جون. ماشي، هو تكتيكيا من الاخر ايزي هو اللي بيتحط على الجون اكتر. فانت شوف انت وضميرك. اسماعيل صار بما ان لازم يبقى معاك حد من كريستال بالاس فهو الاخطر يعني، وهو الاكثر احتراما. انزو من تشيلسي بما ان مفيش حد ثابت في تشيلسي هو اللي بيجيب النقط. واخر واحد واللي اتكلمنا عليه الجوله اللي فاتت ان هو احسن اوبشن ب5 مليون السنه دي من وجهه نظري هو ديوزبري هول من ايفرتون. بصراحه بيلعب رقم 10 وخطير جدا. عندنا 3 في الهجوم، ال3 اللي معاه هتلاقيهم مع اغلب اللعيبه الفانتزي الفتره اللي جايه واللي معايا، وهو هالاند وجو بيدرو كده مع الناس كلهم. واللي بداوا يفكروا فيه جديد من ساعه ما نونو سانتو مسك وست هام وهو جارد بوين اللي هيبقى خطير قوي الفتره اللي جايه يعني. نخش بقى كابتن على اهم اوبشن للكابتنه الجوله الجايه. انا من وجهه نظري اهم كابتن الجوله الجايه هينقسم بين 2. بوين من وست هام انا شايفه كابتن اوبشن مهم جدا للجوله الجايه، وصلاح قدام مانشستر يونايتد. صلاح كابتن يوسف عمل مستوى حلو جدا مع المنتخب في ماتش الصعود، رايح بمعنويات عاليه جدا. ليفربول وقع بقالها 3 ماتشات، فاعتقد ان ده هيبقى ماتش الفوقه من وجهه نظري يعني. ماتش في انفيلد وسط جمهوره، هو اصلا بيحب مانشستر يونايتد، فاعتقد ان هو هيجيب قدام مانشستر يونايتد. لو عندك صلاح فهو كابتن اوبشن، مش عندك ما تروحش تجيبه الكابتن. اخر كابتن وهو قدوس من توتنهام، بصراحه عمل ماتش خرافي قدام ليدز، عمل كل حاجه دفاعيا وهجوميا وعمل كل حاجه. اعتقد ان هو هيكمل يعني على الكلام ده الجوله اللي جايه، بحيث كمان استون فيلا مش فايقه خالص. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. اكتبوا لنا في الكومنتات يا جدعان اقتراحات لاي حاجه. اكتبوا لنا اقتراحات لاي حاجه في المحتوى. هات الفازه دي هنا، حط مش عارف ايه، خلينا نحس كده ان في ايه انتراكشن بيننا وبينكم. نشوفكم على خير ان شاء الله الجوله الجايه، ويا رب يجيبوا نقط كتير. السلام عليكم.